السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي اسرار الجمال الطبيعي. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم التجربه ديالي مع هذا الكريم اللي الصراحه انا كنت كنقلب على كريم اللي يكون فيه ريتينول ويكون زوين وما يكونش قوي بزاف وما يكونش كيهيج البشره. وصراحه هذا الكريم هذا هو اللي وافقني، خفيف بزاف، سهل الامتصاص والريحه ديالو ما مجهداش، يعني الريحه ديالو خفيفه ومقبوله. وفيه مكونات فعاله بحال الريتينول اللي الدور ديالو انه كيجدد الخلايا وكيقلل لنا من التجاعيد. فيه زيت الافوكادو اللي كترطب لنا البشره وكتغذيها. انا شخصيا دايره روتين ليلي، يعني كنغسل وجهي مزيان وكنقيه وعاد كندير ليه هذا الكريم هذا، وفي الصباح كنوض نغسلو. ولكن النتيجه ما نقولش لكم، راه من اول اسبوع كيبان لكم الفرق، يعني البشره كتولي مشدوده وكتولي لامعه وكتولي رطبه. واحد الملاحظه البنات اللي عندها البشره حساسه، ما ديروش يوميا، ديروا مره في السيمانه. عندكم عارفين البشره حساسه كتكون شويه، يعني ماشي اي حاجه كتوافقها. من الاحسن انها ديروا مره في الاسبوع وتشوف. وضروري البنات قبل ما تخرجوا، ضروري قبل ما تخرجوا، هذه كنأكد عليها ونزيد نأكد، قبل ما تخرجوا ضروري ديروا الواقي ديال الشمس، لان ضروري، لان الريتينول كيخلي البشره ديالنا حساسه بالنسبه للشمس، يعني ما تنساوش ضروري ديروه. المهم انا تحدثت لكم على التجربه ديالي مع هذا الكريم هذا. الا جربتوه شاركوا معايا التجربه ديالكم في التعاليق، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وديروا لايك وديروا متابعه. ولا بغيتوني نتكلم لكم على اي كريم ولا بغيتوني ندير لكم اي وصفه بغيتوها، قولوا لي في التعاليق ونديرها لكم ان شاء الله. يلا البنات، السلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد بحول الله.